السلام عليكم. بالنسبة للتطبيق صراحة يعني أنا في رأيي المتواضع هو طبعا قد يكون له نفع أو أي شيء بيتعمل بيكون له جانب نافع، ولكن رأيي في التطبيق صراحة إن ده اتعمل لصنفين من الناس. من وجهة نظري هما الصنفين دول الجبان والصنف التاني المتخاصم. واللي بيعمل التطبيق ده عنده يعني على حسابه يعني غالبا بيعمله سببين: استنطاق شخص يعني معجب بيه أو بيحبه، أو قد يكون يعني معجب بيه أو بيحبه، أو محاولة التحري اللي هو هل يوجد أصلا في حد يعني معجب بيه أو بيحبني. أو حبة آراء طبعا حلوة بنحتاج نسمعها. نقول أنا موجود، يعني تقول لنا إن أنا موجود، يعني أنا ليا وزن يعني. وكده على مشاعر مكبوتة، على إحساس بالوحدة، فراغ عاطفي طبعا. رغم ميلي طبعا للسبب الأول الحقيقة بصراحة، يعني اللي هو إنه بيدور على حد معجب أو حاجة أو كده. طيب هنشرح، هنقول ليه بقى الصنفين دول هم الوحيدين اللي غالبا بيحبوا يستخبوا أو يقولوا ويتكلموا بدون ما حد يعرفهم ولا يشوفهم، يعني بيخافوا. فاهم؟ الأول اللي هو الصنف الجبان ده بيقول رأيه طبعا في الظلام. اما المخاصم فده طبعا الشخص ده بيفرغ حقده وغله وكرهه، وانت بتديله الفرصه ده بدل ما يفرقع. خد المهم ده، يعني ده الخلاصه بقى هنا ايه هي؟ انه بدل ما يفرقع انت بتديله الفرصه دي، يعني فاهم؟ لما بتحط الحاجه دي عندك فبيقوم يفرسك انت طبعا برسائل لطيفه، وتبقى نفسك تعرفه يعني، بس طبعا عشان تنفخه اكيد يعني. بس مين يعني مين هتجيبه منين يعني؟ فدول الصنفين اللي اللي في غالبا بيتعمل علشانهم تقريبا كأن التطبيق ده اتعمل علشانهم، يعني لأن هم دول المستفيدين من التطبيق، يعني المخاصم والجبان. طيب الناس بقى اللي بتعمل ده، أو الشخص اللي بيحط ده على حسابه يعني، يقول للناس تعالوا يلا اعملوا كذا، فهات لي سبب تالت يعني يخليك تعمل الصراحة دي. غالبا يعني مش هيجي لك من وراه غير شتيمة يعني، أو سوء ظن، كلمات نفاق، تلزيق، على عارف على معاكسات طبعا، من شيء من هذا القبيل. ده في حال اصلا كان هناك محب اصلا يا جرجيرة يعني ده جرجيرة محدش بيحبك اصلا. ف ده يعني اذا كان اصلا هناك. طيب فاللي انا يعني انا بشوف بقى الخلاصة، يعني اللي عايزني في حاجة يكلمني، يعني يكلمني مباشرة، يعني خليك دايركت يعني مش. ويمكن لما ما يلاقيش مثلا فرصه ان انا مش عامل تطبيق زي كده ومش عامل حاجه زي كده، ما يلاقيش فرصه او منفذ يبعت لي من خلاله من غير ما اعرفه، واقعد انا بقى الف ودماغي تشتغل طول الليل اللي هو ايه مين طب ليه، ما هو كده يعني في ناس دماغها بتفضل شغاله يعني. ف انا كبيره لان انا مش عندي منفذ غير المباشر، ما عنديش غير المنافذ المباشر اللي هو تخش لي اعرفك انت مين كده يعني. فطبعا ما عنديش غير المنافذ المباشر، فده يمكن ده يجبره ان هو يتخلى عن جبنه ويطلع يطلع لي من جوه، من الجحر بتاعك، لو انت يعني ايه محب. ده لو انت محب. ولو حتى يعني صديق انتقد لشيء فيا مثلا، آه، فاهلا وسهلا يعني واجهني تعالى اتفضل. ده ايه ده في حال لو كان لك المساحه دي اصلا عندي يعني، فانا مديك المساحه دي، او اللي بينا خليك مثلا عندك المساحه دي انك تعمل ده. اما لو مخاصم يعني ففي الحاله دي بقى يا هيخرس ويفرقع، مفيش منفذ غير المباشر هعرفك. يا هيخرس ويفرقع، هو هيحاول ويظهر ويتطرقع فهي ملهاش حل تالت. يعني بس كده يعني دي الحكاية والخلاصة يعني.